السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم مباراة بالتأكيد ستكون ممتعة لأنها تجمع فريقين يعرفان طريق البطولات وكيف يخوضان هذه النوعية من اللقاءات. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. نتابع تشكيل الفريقين. مباراة صعبة جدا، عصيبة طويلة، ودائما ما تكون ركلات الترجيح هي الطريقة الأصعب لإنهاء المباراة، لكن أظن أنهم أبلوا بلاء حسنا بالسيطرة على أعصابهم والفوز. كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. في رأيي أنها لم تكن الطريقة الأفضل، كان فيها شوية مجازفة لاعب الكرة في منتصف المرمى، لكن في الأخير تمكن من التسجيل. وضع الكرة في نقطة الجزاء في انتظار الإذن من الحكم، في انتظار تنفيذ هذه الركلة. هل ينجح في تسجيلها؟ الكرة في الشباك، هدف. تصدي غير عادي ببراعة كبيرة من حارس المرمى. تصدي جميل، تصرف بارع في الوقوف في طريق الكرة. لعبة في منتهى القوة في منتصف المرمى، لكن الحارس لم يحافظ على مكانه. هو المسؤول عن تسديد ركلة الجزاء. هل سيحافظ على أعصابه ويتمكن من تسجيلها؟ الآن قد تتغير الكثير من الأمور مع ركلة الجزاء هذه. تصدي غير عادي، حارس كلب. إنها صافرة النهاية إذا تنتهي المباراة. عندما نقول كرة قدم تدرس، هذا الأداء الجميل، هذه الجماعية العالية، فريق تحرك ككتلة واحدة.